السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله في فيديو جديد من خلال سلسلة حلويات العيد. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم السميدة والكوك اللي كتجي رائعة رائعة. وقبل ما نبداو كالعادة غنبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نقدمها معكم، يعني كتجي سهلة وبسيطة، وكنتمنى إن شاء الله تشجعوني وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب. واللي زار القناة ديال أول مرة ما يبخلش عليا بلايك باش نبقى إن شاء الله نقدم لكم كل ما هو جديد. وغندوزو إن شاء الله المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات عندي 3 د البيضات يعني من حجم متوسط، عندي رابعة ديال السميدة ديال الحرشة أولاد البسبوسة رقيقة، عندي رابعة ديال الكوك يعني ما يعادل 250 غرام. ومن الأفضل الكوك يكون داك الكوك الميدم اللي كيطلق الزيت، يعني تحاولوا أنكم تدعكوه بحال هكا بين يديكم حتى كتحسوا بالزيت كاين في يديكم، يعني باش كتعرفوا أن الكوك غادي تنجح معكم الحلوة ديالو. عندي خمارة قبصة ديال الملحة، عندي حامضة محكوكة، وعندي الروح ديال الحامض، عندي 3 جوج المعالق د الكونفيتور، عندي كاس لار ديال الزيت وكاس وربع ديال السكر سنيدة. غادي ناخذ واحد الإناء اللي غادي نخدم فيه المكونات ديالي. غادي نوضعوا دوك 3 د البيضات، يا اما كما قلت لكم كيكونوا متوسطين في الحجم ديالهم، ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونوش من الثلاجة. دائما الحلوى ديالنا كنخدموها بالبيض يكون خارج من الثلاجة بواحد 3 د الساعات تقريبا. غادي نضيف واحد القبصة ديال الملحة، غنضيف داك الكاس وربع ديال السكر سنيدة، وغادي نضيف داك المبشور ديال الحامضة، كذلك غنضيف داك 2 معالق ديال المربى ديال المشمش اللي كتكون داك النوع الجاري، اولا يعني الا كنتو غطحنوه كيما غندير انا ممكن ديروا حتى داك الشكل داك النوع اللي فيه الطريفات. ملي كطحنوه راه كيتطحن كلشي. غندير واحد راس معلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، يعني هذه كتبقى اختياريه، الا ما عندكمش ممكن ما تضيفوهاش. وغادي ناخد الخلاط، يعني هاد ميكسور بغا، وغادي نحاول نخدم داك البيض مزيان مع ديك السنيده وداك الكونفيتور. يعني هنا فاش قلت لكم الا ممكن الا كنتو غتخدموه بالميكسور اولا في مولينيكس كديروا واخا ديروا الكونفيتور اللي فيه الطريفات. يعني انا استعملت انا غير هنا الكونفيتور ديال الحلوه. كتخدموه مزيان داك البيض مع سنيده مع داك المكونات اللي درت كامله، وغادي تضيفوا داك الكاس الا ربع ديال الزيت، وانتم كتخلطوا يعني حتى يتخلط لكم كلشي مزيان. ممكن تخلطوا غير بيديكم، يعني ماشي مشكل، غير هي هكذايا يعني كتسهل عليكم العمليه وكيتخدم بسرعه. كنخلطوا مزيان مزيان داك المكونات، وغادي نحيدو يعني الميكسور اللي طحنا به، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نضيفوا المكونات الاخرى. الان غادي نضيف ديك 250 غرام ديال الكوك، وغادي نبدا كنعجن داك الكوك مع داك البيض اللي خدمنا مع السكر والزيت. غادي نعجنوه مزيان مزيان يعني حتى يبدا داك الكوك يتخلط مزيان مع المكونات، وحنا تنعجنوه مزيان باليدين ديالنا. يعني كل ما عجنتو داك الكوك كيزيد كيعطي نتيجة اللي هي رائعة. والآن غادي نضيف داك 250 غرام ديال السكر سنيد عفوا 250 غرام ديال السميدة، وغادي نضيف داك الساشي ديال الخمارة اللي من فئة 7 غرام اولا 8 غرام. وغادي نبدا كنعجن كلشي حتى غادي نبقى نحصل على واحد الخليط اللي غادي يكون تقريبا مرخوف. يعني كنعجنوه مزيان كما قلت لكم، كل ما عجنتو هاد السميده والكوك مزيان مزيان يعني كيعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه. يعني كنعرفوا ان كاين حلاوه اخرين ما خصهمش يتعجنوا، بالعكس هادي والغريب هاد البهله يعني كيخصكم تعجنوهم مزيان مزيان باش كيعطيو واحد النتيجه اللي هي مرضيه. اللي كتشوفوا حنا كنجمعوا داك المكونات وكنعجنوهم وكنخليوها، يعني راه حنا حاصلين عليها باقا خفيفه ما تخافوش منها. غادي تخليوها تغطيوها واحد تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، وديك الساعه ندوزو باش نشكلوها. الان بعد ما خليتها يعني كما كتشوفوا ولات كتهز يعني قاصحه ما بقاتش جاريه كما كانت. عندي هنا سكر كلاصي سبيسيال، وعندي ماء الزهر اللي غادي نبقى ندهن به اليد ديالي. وغادي ناخذ كويره من داك الخليط، يعني كديروا نتوما على حساب الشكل القياس اللي بغيتوها صغيره بغيتوها كبيره. يعني من الافضل ديروا هذا القياس هذا باش كتجي الحلوه كتجي عاطيه للعين وكتجي مزيانه. يعني كتبداو تتكوروا بهذا الشكل هذا وكتحطوه في السكر الثقيل، يعني كما قلت لكم وضروري السكر الثقيل يكون سبيسيال باش تيلصق على الوجه ديالها ما تيكونش حرش، لان كنعرفوا السكر الثقيل العادي تيكون حرش شويه ما تيشدش في الحلوه. يعني عكس هذا تيكون رطب وتيشد فيها وكتجي عاطيه واحد الشكل اللي هو زوين.
يعني كما كتشوفوا كنبقى نكور ونحط في السكر كلاصي. يعني ساهله وكتوجد بسرعه وكتجي يعني غزاله لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. يعني من بعد ما كنحط دوك الكويرات كنحاولوا اننا نغطيوهم بالسكر كلاصي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وكناخذوا الكره كنحاولوا نوضعوا عليها السكر من الفوق، يعني ما تنفضوهاش باش هو اللي كيعطي هذاك الشكل ملي كتشقق. وما تبركوا عليها ما والو، يعني كتهزوها وتحطوا عليها شويه السكر كلاصي من الفوق وتحطوها في الصينيه ديال الفرن. من بعد ما كتغطيوها بورق الطبخ، يعني ضروري ضروري هاد الغريبه هذه كتحتاج لورق الطبخ باش ما كتلصق لكمش في الصينيه ديال الفرن. وكتبقاي كتستمروا بهذه الطريقه هذه، يعني كما كتشوفوا طريقه واضحه. يعني تحاولوا ما تبسطوهاش كاع باش منين كتدخلوها الفرن ما كتزيدش باش ما كتزيدش تهبط وتجيكم رقيقه. يعني ضروري تخليوها هكاك مكوره وتحطوها بداك الشكل هذا كما كورتوها في الاول. يعني غنستمر هكذايا. يعني الطريقه راه باينه واضحه في الفيديو. يعني ضروري تهزوا داك شويه ديال تخليو فوق منها شويه السكر، ما تنفضوهاش في مره باش كتجي عاطيه داك الشكل. غادي نكمل ان شاء الله الكميه ونستفها في الصينيه د الفرن. في هذا الاثناء دايره الفران كيسخن، يعني باش نديرها فيه الطيب. كناخذ واحد الملعقه صغيره وكنحاولوا نضغطوا عليها حتى يعني ما كتكون ديك السميده تشربات مع داك الكوك. يعني ملي كتضغطوا عليها كتعطي دوك التشققات باش ملي كطيب كتجي يعني عاطيه داك الشكل ديال التشققات في الوجه ديالها كتجي زوينه. يعني في هذا الاثناء كما قلت لكم راني مسخنه الفرن اللي ديال الغاز. كنديرها من التحت يعني باش تطيب من الوجه ديالها وكتشقق، وعاد كنطلعها الفوق باش كتحمر عاود من التحت. وهذا هو الشكل يعني ديالها من بعد ما جبتها من الفرن. كي كتشوفوا كتجي رائعه، كتجي غزاله، كتجي خفيفه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها. وهذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما درتها في طبق التقديم. يعني كتجي من اروع ما يكون بمكونات بسيطه، وكتزين لكم ان شاء الله مائده الافطار. وكنتمنى تجربوها وتخليوا لي التعليق ديالها في كومونتير، يعني باش تزيدوا تحفزوني وتقولوا لي كي جاتكم، يعني لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. وكان إن شاء الله غادي نقدم معكم حلويات أخرى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فيديو قادم بمشيئة الله.